نفس السهم ممكن يخلي واحد يبني ثروة وواحد تاني يندم إنه دخل من الأساس. والغريب الاتنين كانوا شايفين نفس الشاشة ونفس الرقم. السؤال الحقيقي، مين فيهم صح؟ في البورصة في نوعين من الناس: اللي بيدخلوا في دماغه السهم هيطلع بكرة، واللي بيدخلوا في دماغه الشركة دي ممكن تكبر مع الوقت. الاتنين بيشتروا أسهم، لكن واحد بس فيهم مستثمر. خليني أحكي لك قصة محمد. محمد سمع إن سهم معين هيطلع قريب، دخل بكل اللي عنده من غير ما يسأل الشركة دي بتعمل إيه أصلاً. السهم طلع فعلاً يومين. محمد فرح وافتكر إنه فهم السوق، لكن فجأة السهم بدأ ينزل، ومع كل نزول كان بيقول هيرجع تاني، استنى بس. السهم ما رجعش ونزل أكتر. ده مش موقف نادر، دي قصة بتتكرر كل يوم في البورصة المصرية. السبب مش إن محمد قليل خبرة، السبب إنه كان مضارب وهو فاكر نفسه مستثمر. إيه الفرق بقى؟ المضارب بيفكر في السعر، بيسأل السهم هيطلع ولا لأ، بيشتري بناء على إشاعة أو ترند أو كلام حد، وعينه على خروج سريع بربح سريع. المستثمر بيفكر في الشركة، بيسأل الشركة دي بتعمل إيه، أرباحها بتزيد، قطاعها قوي وليها مستقبل، وبيشتري لأنه شايف قيمة حقيقية مش مجرد حركة سعر. الفرق مش في الفلوس ولا في الحظ، الفرق في السؤال الأول اللي بتبدأ بيه. وهنا بيجي السؤال اللي ناس كتير بتسأله: طب البورصة مش كازينو؟ الكازينو مصمم إنك تخسر كل ما تلعب أكتر، لكن البورصة مختلفة تماما. لما تشتري سهم شركة حقيقية شغالة وبتكبر، انت مش بتراهن على رقم، انت بتمتلك جزء من أصل حقيقي بيكبر مع الوقت. اللي بيتعامل مع البورصة زي الكازينو بيخسر، واللي بيتعامل معاها كمستثمر بيبني ثروة. عشان كده قبل أي قرار في السوق اسأل نفسك سؤال واحد بس: أنا دلوقتي مضارب ولا مستثمر؟ الإجابة دي هتحدد مصير فلوسك على المدى الطويل. في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن حاجة عملية جدا: إزاي تقرأ الشركة قبل ما تحط فيها جنيه واحد. أرقام بسيطة وواقعية تخليك تبدأ صح من أول مرة. لو وصلت لحد هنا يبقى أنت فعلا بدأت تفكر بعقل المستثمر. اكتب مستثمر في الكومنت وأنا هكملك السلسلة خطوة بخطوة. أنا عم حسن، وده EGX ماب، دليل البورصة المصرية.